شعرنا بالتفاؤل لدى إعلان شركة فايزر إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وبدأنا نعد الأيام لهذه اللحظة التي سنأخذ فيها الإبرة، القطرة، البخة، المهم أن ينتهي الكابوس الذي عشناه على مدى عام كامل. لم يمضي أسبوع على هذا الخبر اللطيف حتى أعلنت شركة أمريكية أخرى وهي موديرنا إنتاج لقاح آخر، وأثبت فعالية في التجارب بنسبة أعلى من لقاح شركة فايزر. طيب، نحن الآن أمام لقاحين أمريكيين، لكن ما الفرق بينهما؟ فعالية اللقاحين متقاربة جدا، فبلغت نسبة الوقاية عند المتطوعين الذين أخذوا لقاح فايزر 90%، بينما بلغت نحو 95% بلقاح موديرنا. اللقاحان يتبعان نفس الآلية في العمل وعلى جرعتين، بينهما 3 أسابيع بالنسبة للقاح فايزر و4 أسابيع بين الجرعتين لموديرنا. لقاح موديرنا يبدو أسهل استخداما من ناحية التخزين والنقل، إذ يبقى مستقرا بدرجة 20 مئوية تحت الصفر لمدة قد تستمر لعدة شهور. لاحظوا هنا التخزين. أما لقاح فايزر فيحتاج إلى درجات حرارة -70 مئوية تحت الصفر لمدة 5 أيام فقط، بعدها يفسد. فور إعلان الخبر غرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ويقول الأخبار بشأن اللقاح الثاني تعتبر سببا إضافيا للشعور بالأمل. أما بالنسبة للرئيس ترامب فغرد بالقول: بالنسبة لهؤلاء المؤرخين العظماء، أرجو أن تتذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة التي ستقضي على وباء الصين حدثت جميعا أثناء قيادتي. المغردون تفاعلوا أيضا مع الأخبار الجديدة للقاح الجديد. يقول المبتعث: شركات طبية تجارية لا يوثق في بياناتها، هدفهم تجاري أكثر ما يكون إنساني. محمد يوسف يقول: سننتظر انتهاء مزاد رفع نسب فاعلية لقاح كورونا من الشركات المتنافسة حتى تصل إلى 100%، من سيزيد إلى 96% بعد أن تجاوزت موديرنا فايزر وسبوتنيك. نصر الدين لديه تغريدة أيضا يقول بها: حسب صحف أمريكية فإن أسعار اللقاح التي تم اكتشافها مؤخرا لوباء كوفيد-19 ستكون باهظة الثمن، خاصة على دول العالم النامية. لقاح موديرنا الأمريكي بحدود $37، جونسون أند جونسون بحوالي $27، ولقاح فايزر بنحو $17. تغريدة أخيرة أتوقف عندها من الدكتور عبد الكريم قزيز، يقول: ستكون ملايين الجرعات من هذه اللقاحات متوفرة مع نهاية العام لبعض الدول، أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية. ولكن السؤال: متى ستصل هذه اللقاحات إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، وبشكل أهم الدول المتضررة بالنزاعات؟ بالنسبة للدول العربية ستحصل على حصتها حسب سياساتها. مثلا المغرب لن يستخدم اللقاح الأمريكي لأنه ينتظر الشهر المقبل دفعة أولى من 10 ملايين جرعة من لقاح صيني تعمل على تطويره شركة سينوفارم. أما بالنسبة لمصر فاتفقت على حجز كمية من لقاح أوكسفورد من خلال شركة أسترازينيكا، وهي تنتظر 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية وفقا لاتفاق التحالف الدولي للقاحات والأمصال جافي. لدينا أيضا السعودية لا تزال تنتظر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كيمارك مشروع سعودي صيني ضمن اتفاقية بين مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية مع شركة سينوفاك الصينية. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من بيروت الأستاذ والباحث في علم الفيروسات الدكتور حسن زراقط. مرحبا بك يا دكتور حسن. ما هي معايير انتقاء اللقاح بالنسبة للدول؟ هل هو سعره؟ هل هو فاعليته؟ أم قيم الصداقة المشتركة والسياسات بين الدول؟ مرحبا. طبعا هو مجموعة من العوامل اللي حضرتك ذكرتها حاليا. إذا قارنا مثلا مع الدول الغربية عملت اتفاقيات مع عدة شركات لتنويع خياراتها، ومن الشركات المحلية اللي هي استثمرت أصلا في تطوير برامجها للقاحات.
أما الدول العربية فهي معتمدة على هالشركات الغربية، وبالتالي خياراتها محدودة من ناحية السيطرة أو السلطة على هالشركات. بالنسبة فبعض الدول للأولويات حسب عفوا منظمة الصحة العالمية، من هي الدول التي ستحصل على اللقاح مسبقا أو بشكل فوري؟ بحسب منظمة الصحة العالمية واتحاد كوفاكس سيكون هناك جهد لتوزيع عادل للدول المشاركة في التحالف، إن كانت فقيرة أو إن كانت غنية. وحتى التسعير أخذ بعين الاعتبار أنه إمكانية إعطاء توزيع عادل بحيث أنه حتى الدول الفقيرة تقدر أنه تدفع ثمن. فبالتالي بعض الدول الغنية يمكن تدفع أكثر من الدول الفقيرة، بس هيدا للتأكيد أو لتوفير إمكانية لحصول توزيع عادل للقاح. دول محاصرة وتشهد حروبا ونزاعات. كل الدول اللي هي ساهمت بهذا التجمع راح تحصل تدريجيا على اللقاحات، بس ولكن هناك نوعين من الاتفاقية مع منظمة الصحة العالمية أو اتحاد كوفاكس. النوع الأول هو الدولة تستطيع تحديد أو اختيار اللقاح الفعال أو اللقاح معين للحصول عليه أو مجموعة لقاحات، وهذا الخيار أغلى من الخيار الثاني اللي هو أنه أنا بدفع مساهمة كدولة وبحصل على أي لقاح بتعتبره WHO منظمة الصحة العالمية فعال. طيب إذا كان لقاح موديرنا ثمنه $37 والآخر ب27 والثالث ب17، من الذي سيدفع إذا ما تحدثنا عن دول مثل اليمن، مثل سوريا، دول مثل الصومال؟ من سيدفع هذه المبالغ؟ مبالغ هائلة للأسف. يعني حتى إذا ذكرنا لبنان، يعني لبنان كمان بوضع مالي جدا صعب، وبالتالي هالدول حتكون معتمدة إذا استطاعت على قروض خارجية أو من الدعم الموجود لها من منظمة اليونيسف. فبعض هالدول ممكن تحصل على جزء من هالميزانيات اللي هي كانت مرصودة للقاحات بشكل عام وتستخدمها من أجل الكوفيد. بس حتى لو قدرت تحصل على الحد الأقصى من هاللقاحات المسموح فيه باتحاد كوفاكس اللي هو 20%، فإذا ما زال عندها 80% من السكان يلي ما حتقدر توفر له اللقاحات. كل الشكر لك الأستاذ والباحث في علم الفيروسات الدكتور حسن زراقط. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.